هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا الفترة اللي فاتت ما نزلتش فيديوز كتير قوي، بسبب ان انا كان عندي شوية مشاكل صحية كده، والحمد لله عدت والحمد لله انا بقيت كويسة. المهم ان فيديو النهاردة مميز جدا جدا جدا، لان انا في الفترة دي شفت مسلسلات كتير وشفت حاجات كتير، فحبيت ان انا اشارككم اللي انا شفته واللي انا جربته. النهاردة هنتكلم عن افضل الكي درامات اللي نزلت النص التاني من 2024، واللي لسه هتنزل حوالي بعد شهر من دلوقتي او بعد كام يوم من دلوقتي. وكمان في مسلسلات خلاص نزلت وخلصت في شهر 8. انا بقى جاي النهارده اكلمكم عن افضل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها خلال الفتره دي، واشارككم رايي بصراحه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده مع كل اصحابكم حرفيا اللي بيحبوا الكي دراما ومستنيين المسلسلات دي تنزل، ولايك للفيديو ده كمان. ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك للقناه لو انتوا اصلا مش مشتركين واول مره تشوفوني. اول مسلسل معانا هو اوريدي نزل وخلص 13/8، اسمه احتضان الصدفه. طبعا في ناس كتير هتبقى عارفاه وفي ناس كتير مش هتبقى عارفاه، بس بجد المسلسل ده لازم تتفرجوا عليه. المسلسل كوميدي وشبابي ورومانسي، نزل يوم 23 أو 22 يوليو وخلص يوم 13/8. أبطال المسلسل كيم سو هيون النسخة الأنثوية وتشي جونج هيوب. طيب، قصة المسلسل إن البطلة والبطل أصلا يعرفوا بعض من أيام الثانوية، وكانوا دايما مع بعض كصحاب، وكانت صاحبة البطل بتحب البطل بتاعنا. كانت كيم سو هيون هي الوسيط ما بين البطل وصاحبتها. فالمهم ان اصلا البطل كان بيحب كيم سو هيون من البدايه اصلا، وكان دايما بيستنى ان هي تيجي وتقول له عن صاحبتها وتحكي له عن صاحبتها عشان يشوفها ويتكلم معاها ويعرف اكتر عنها. اصلا كيم سو هيون كانت في علاقه حب اوريدي في السنه الاخيره من الثانويه، وللاسف العلاقه دي انتهت تماما وخلت كيم سو هيون متذبذبه من ناحيه الحب عموما، وما عندهاش اي ميول انها تبذل مجهود في انها تحب تاني، وكان بالنسبه لها ان الحب الاول ده هو الاخير. فالمهم ان البطل الرئيسي اللي كان بيحب كيم سو هيون بعد الثانويه العامه هو سافر بره، وهي كملت دراستها واشتغلت منتجة افلام، ومن بعدها ما كانش حد يعرف عن التاني حاجة لحد ما رجع هو من بره واتقابل صدفة معاها. ومن ساعتها بقت كل يوم يعدي عليه يقابلها صدفة، ومن هنا هتبدأ بينهم مشاعر كبيرة ومشاعر حب، وهيبدأوا ان هم يحبوا بعض، وهو يعترف لها بمشاعره اللي كانت اصلا موجودة من ايام الثانوية. بصوا، المسلسل اجواءه تحفة. المسلسل مش ممل، هو من 8 حلقات يعني يخلص اصلا في يوم. انا شفته وعجبني لان انا اصلا بحب كيم سو هيون، والمسلسل خفيف يعني مش فيه طاقة سلبية، او مش اللي هو ممل واحداثه مملة عشان هو قصير فبيجروا بالاحداث. لا بالعكس، المسلسل ماشي بسلاسة جدا وكان عجبني قوي بصراحة، وانصحكم ان انتوا تشوفوه. فانا تقييمي ليه 9/10. بجد هو ولا غلطة، وبجد بجد لازم تشوفوه. طيب، المسلسل اللي بعد كده هو مش رومانسي خالص، وبعيد خالص عن الحب والرومانسية. انا قررت اغير شوية من ان انا اتفرج على حاجات كلها رومانسية، وكمان عشان في ناس برضو ما بتحبش الرومانسي قوي وبتحب تنوع دايما، فانا قررت النهاردة كمان اجيب لكم مسلسل بجد تحفة تحفة. اسم المسلسل بلاك اوت، هو من 14 حلقة ونزل يوم 16/8. نوع المسلسل إثارة ودرامي وغموض، وبجد النوع ده في ناس كتير قوي بتحبه. قصة المسلسل ده غريبة وهتشد أي حد أصلا هيشوف القصة، وهيقول إن هو أنا لازم أتابع الدراما دي عشان أعرف إزاي ده حصل وإيه اللي هيحصل بعد كده. هو حماسي جدا بجد. قصته بتتكلم عن شاب في يوم من الأيام هيتهموه بقضية قتل 2 من صحابه في المدرسة، والمشكلة ان هو هيتحبس لمدة 10 سنين. بس في خلال ال10 سنين دول هم ما قدروش يوصلوا لمكان الجثتين اللي هو قتلهم. والمشكلة ان هو اصلا مش فاكر خالص ان هو قتل حد او ان هو عمل كده، هو حرفيا مش فاكر. فانا مش عايزه احرق عليكم الاحداث، مش عايزه اقول لكم هو مش فاكر ازاي، بس هو مش فاكر ازاي هو قتلهم. وهو بيحاول يعني يوهم نفسه انه هل انا فعلا مذنب او انا فعلا مش مذنب، لان هو اصلا مش فاكر اي حاجه. وفي خلال ما هو قضى ال10 سنين بتوع التهمة بتاعته في السجن، هو خلاص كان هيطلع وكان هيكمل دراسة في كلية الطب. بس للأسف الشرطة الكورية تلاقي جثة كمان، ويكتشفوا ان الجثة دي ليها علاقة بالقضيتين اللي فاتوا، وهيرجعوا يتهموه تاني. فهو هيهرب وهيكلم محامي كبير، والمحامي ده هيساعده
في ان هو يكتشف الحقيقه. احداثه حلوه، صادمه نوعا ما، كله غموض، انت هتبقى قاعد عايز تعرف ايه اللي هيحصل، هل فعلا هو مذنب او مش مذنب. بجد انصحكم تتفرجوا عليه. المسلسل هقيمه 10/10. الدراما اللي جايه هي مش مسلسل، هو فيلم اسمه بروجكت سايلنس، مشروع الصمت. نوع الفيلم ده اكشن ورعب وغموض، وبيتكلم عن الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل. هو نزل 12 يوليو سنه 2024. طيب الفيلم بيحكي ان في ضباب او غيوم كتير هتغزو منطقة معينة في كوريا، وهتسيطر على المنطقة دي لدرجة ان هيحصل كوارث كبيرة ومشاكل كبيرة وحوادث كتير قوي بسبب الغيوم دي. هتعيق الحركة تماما في البلاد، وهتخلي الناس او المنطقة اللي حصل فيها كده معزولة عن العالم اللي بره، ومش عارفين او مش قادرين يخرجوا عشان ينقذوا نفسهم، لان مفيش اي مكان او اي وسيله للخروج من المنطقه اللي فيها الغيوم دي. فالاشخاص اللي انقذوا نفسهم من الحوادث اللي حصلت في المنطقه اللي حصلت فيها الغيوم دي، هيلاقوا نفسهم قدام طريق واحد لان هم ينجوا منه او يعرفوا يعدوا منه للمنطقه السليمه. والطريق ده هو عباره عن جسر، والجسر ده اصلا على وشك الانهيار، على وشك ان هو يتهد حرفيا. ومع املهم في ان هم يعدوا او يعبروا الجسر ده، هيكتشفوا انه في خطر اكبر من الضباب بيهددهم، وهيخليهم يفقدوا الامل تماما من ان هم يحاولوا ينقذوا نفسهم. انا مش هحرق اكتر من كده، لان اصلا واضح لان في افلام انجليش شبه القصه بالظبط، بس عشان البلد المنتجه هي كوريا والممثلين هم كوريين، فالاحداث احسن والانتاج احسن وقصه احسن كمان. فانصحكم برضو تتفرجوا عليه. طيب المسلسل اللي بعد كده اسمه بيرفكت فاميلي. المسلسل ده نزل عنه اعلانات كتير، وهو انا كنت منجذبه ليه قوي عشان كنت فاكراه مدرسي، بس لما شفت القصه اكتشفت ان هو مدرسي شويه صغيرين، بس القصه فوق الخيال. القصه تحفه والتمثيل كان تحفه بصراحه. مسلسل من 16 حلقه ونزل يوم 14/8، وهو لسه شغال ولسه بينزل وهيخلص، او اخر حلقه هتنزل يوم 19/9. مسلسل قصته بتتكلم عن عيله سعيده جدا ومتجانسه وحرفيا مثاليه جدا جدا جدا، بس في يوم من الايام هتدخل البنت الاكبر في العيله دي معاها خطر بيهدد سعادة العيلة دي وبيهدد مثالية العيلة دي. ليه الابنة دي هتسبب لهم خطر؟ لان في يوم من الايام هتدخل عليهم البيت وهي جسمها وهدومها كلهم مليانين دم، ولما يسألوها من ايه او ليه، هيكتشفوا ان هي متورطة في جريمة قتل ولازم يثبتوا براءتها. بصوا، هو المسلسل القصة اللي مكتوبة مش متحدده قوي، وبالنسبه لاول الحلقات منه هو برضو لسه يعني القصه لسه انا مشفتش الا اول حلقه بس منه بصراحه، فانا لسه ما تعمقتش فيه قوي. فلما اتعمق فيه قوي هفهمكم القصه بطريقه احسن من كده. بس هو حلو يعني. انا شفت اول حلقه كانت لا بأس بها، كان بصراحه عجبني. الكي دراما اللي رجعت لي الشغف لاني اتفرج على الدرامات الرومانسيه. بجد يا جماعه المسلسل خطير خطير خطير. نزل منه 4 حلقات بس خطير. المسلسل اسمه Love Next Door. هو كان اسمه الاول Mother's Friend's Son، اللي هو ابن صديقة والدتي. ده انا اتكلمت عنه بالاسم ده، دي هم غيروا الاسم خالص. اتكلمت عنه عندي في الانستا وقلت لكم ان هو هينزل كذا كذا وهينزل 2024. فعلا هو نزل 2024. حاليا هو شغال ونزل منه 4 حلقات. نوع المسلسل كوميدي ورومانسي. المسلسل نزل 17/8 وتقريبا هيخلص حاجة 10، مش فاكرة كام 10. قصة المسلسل انا مش هاخدها بقى من اللي هم كاتبينهم، انا هقولها لكم بناء على ما انا اتفرجت عليه. جونج سومين البطلة الرئيسية، والبطل اللي هيشاركها هو جونج هاي ان. الابطال ولا غلطة صراحة، ولا غلطة. حتى القابل الفرعي برضو ولا غلطة بجد. المفروض ان سومين كانت صاحبة
هاي ان من ايام كانوا عندهم 5 سنين، كانوا صحاب لان مامة البطل ومامة البطلة صحاب. الطفلين كانوا دايما مع بعض وكانوا دايما بيتشاركوا كل حاجة مع بعض وبيعتمدوا على بعض، وسومين كانت دايما هي اللي بتحمي هاي ان ودايما معاه ودايما بتساعده، فكانوا حرفيا مرتبطين جدا جدا ببعض. هما اول ما خلصوا ثانوي سومين جات لها منحة ان هي تدرس بره في امريكا، وهو طلع سافر فرنسا برضو عشان يدرس بره وياخد جامعة من بره. فالاتنين بعدوا عن بعض خالص لمدة 10 سنين، وسومين هترجع تاني لكوريا. هاي ان اصلا هيكون رجع اوريدي من بدري لكوريا برضو، فهي هترجع وهي معاها سر معين، والسر ده سبب فشلها في الشغل. انا بجد خايفه احرق لكم، مش عايزه احرق لكم، انا بحكي وانا عماله احرق حرفيا. المهم ان في ظل الاحداث دي كلها هما هيواجهوا حاجات كتير مع بعض. هو هيحصل له مشاكل في الشغل وهي نفس الفكره، وهيبداوا يقربوا تاني من بعض، وهو هيبدا يساعدها وهي هتبدا تساعده، ومن هنا هيبدا مشاعرهم انها تتطور اكتر واكتر واكتر. هو درامي يعني. انا من اول حلقه عايزه اقول لكم ان انا من اول حلقه عيطت وضحكت وحسيت بفراشات. المسلسل شامل جامع كل حاجه بجد، خصوصا ان سومين تمثيلها قمر 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 ودورها جميل، وهيحسسكم باجواء كده لطيفه. هو في احداث شبه لافلي رانر بس بسيطه قوي، يعني مش شبهها اللي هو مقلدين، لا، بس في مقتطفات كده حصلت في كام حلقه شبهها كده شويه، بس ما يعتبرش تقليد، يعني يعتبر مجرد اضافه احداث. طيب المسلسل اللي انا مستنياه، الدراما دي انا هتابعها، هتنزل يوم 9/9، اسمها ذا فراجل. المسلسل ده من نوعي المفضل، اللي هو نوع المدرسي ورومانسي وشبابي. بيتكلم عن قصة مجموعة من المراهقين في المدرسة بيمروا بمشاعر كتير، منها ان هم يواجهوا الصعوبات، ومنها ان هم يبعدوا عن الحاجات الغلط، ومنها ان هم يتعاونوا مع بعض، ومنها مشاكل كتير بتواجه المراهقين في الفترة دي. دي القصة اللي موجودة حاليا، مفيش اكتر من كده كلام اقدر اقوله، بس واضح ان هو هيشارك قصصهم مع بعض، وهيشارك اللي بيمروا بيه في الفترة دي. وبصراحة انا بحب الاجواء دي قوي، لان زي ما انتم عارفين انا شخص بيعشق المسلسلات اللي بتتكلم عن المدارس او بتكون تمثيلها في المدرسة او في الجامعة. فالمسلسل منتظراه بحماس شديد، الابطال تحفة. انا طبعا مش عارفه اقول لكم اساميهم كلهم لان هم شخصيات جديده تقريبا، يعني وجوه جديده انا مش شفتهاش قبل كده. ال 2024 النص التاني تحديدا المسلسلات خطيره، تحفه، ولا غلطه. يعني كل المسلسلات لحد دلوقتي اللي انا قلتها ما فيهاش اي غلطه، جميله جدا، وانا هتابعها. حتى اللي انا لسه ما كملتوش هكمله، واللي لسه هينزل برضو هتابعه. ولحد هنا هنكون وصلنا لاخر الفيديو. انصحكم تشوفوا كل اللي انا رشحته لكم في الفيديو، لان انا حاليا فعلا بتفرج عليهم كلهم ما عدا مسلسلين 3 لسه ما بداتهمش. لو في مسلسل نزل انا ما قلتوش اكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه هو وقصته ايه، وانا هتفرج عليه اوريدي. ولو انتوا في حاجه تابعتوها من اللي انا قلتها او بتتابعوها شاركوني رايكم تحت، خصوصا المسلسلات اللي نزلت اصلا واللي مكمله العرض بتاعها او اللي خلصت. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك عشان بينزل شورتس صغيره عباره عن قصص لكي دراما كتير. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو انا بشكركم جدا، وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. واشوفكم في فيديو جديد. باي.